السلام عليكم، ومعانا فيديو جديد هنتكلم فيه عن لو كنت بائع على امازون وفتحت الحساب بتاعك وحطيت كل المنتجات بتاعتك وربنا رزقك بأول اوردر. هعرف منين ان انا جالي الاوردر ده؟ هل هيجيلي اشعار ولا مش هيجيلي؟ طب ولو جالي هيجيلي على ايه؟ وازاي هقدر اقبل الاوردر ده؟ وازاي هحدد ميعاد الشحن بتاعه؟ وهل فعلا في حد هيجي يستلمه مني عشان الشحن؟ طب ولو محدش جه اعمل ايه؟ كل الأسئلة دي يا صديقي هجاوبك عليها في الفيديو ده. الموضوع مش صعب، سهل وبسيط، بس محتاج شوية تركيز في التفاصيل. أول حاجة هتحتاج تعملها بعد ما تفتح الحساب بتاعك على أمازون وتحط المنتجات بتاعتك إن أنت تاخد الإيميل اللي أنت فتحت بيه الحساب وتسجله جوه برنامج البريد الإلكتروني بتاع الويندوز. يعني لو دخلت على القائمة كده الرئيسية هتلاقي إن أنت عندك برنامج هنا كده اسمه ميل. البرنامج ده بتسجل فيه بالبريد الإلكتروني بتاعك، سواء كان هوت ميل أو جيميل أو ياهو أو أيا كان أي حاجة، بتسجله هنا بالإيميل ده والباسورد بتاعك. وبعد كده أي إيميل أنت بتستلمه بيجي لك إشعار بيه فورا على الكمبيوتر. يعني لو دخلنا قائمة الإشعارات عندي هنا في الويندوز هلاقي إن أنا مستلم إيميل أهو، لسه ما فتحتوش. أنا الميل بتاعي @hotmail.com، فهوت ميل أهو بعتالي عن طريق البرنامج بتاع الميل من امازون سيلر نوتيفيكيشن ان انا بعت 1 ايتم. طيب لو انا الكمبيوتر ما كانش معايا او مش قدامي او انا بره البيت، هعرف منين ان انا جالي اوردر؟ هقول لك نفس القصه برضو. على الموبايل هتلاقي فيه ابلكيشن خاص بالايميل بتاعك. يعني لو انت مثلا هوت ميل هتخش على البلاي ستور وتكتب اوتلوك وتنزل الابلكيشن ده وتحط فيه الايميل بتاعك والباسورد، وبعد كده الاشعار اللي هيجي لك على الكمبيوتر هو هيجي لك على الموبايل. تعال نروح للموبايل كده ونشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي. فلو جينا كده فتحنا النوتيفيكيشن سحبناها لتحت كده هلاقي ان انا عندي اشعارين. واحد اللي هو اللوجو بتاعه لونه ازرق، ده اللوجو بتاع الاوتلوك. ده ابلكيشن انت ممكن تنزله من على البلاي ستور على حسب الميل بتاعك. انت لو كنت هوت ميل او جيميل او ياهو او ايا كان كذا كذا دوت كوم، هتخش على البلاي ستور تنزل الابلكيشن الخاصه بالايميل بتاعك وتدخل الايميل والباسورد بتوعك، وبعد كده اي ايميل هيجيلك هيوصلك اشعار بيه فورا على الموبايل. فزي ما احنا شايفين كده ان هو مبعوت لي من سيلر نوتيفيكيشن، ده اللي هو مركز البيع بتاع امازون، بان انا عندي منتج تم بيعه. فلو دخلنا كده على الاشعار بتاع الايميل هلاقي ان هو بيقول لي congratulations you just sold 2 items on Amazon. ولو نزلت تحت كده هتلاقي ان هو كاتب لك رقم الاوردر وتاريخ الشحن المتوقع. يعني هو بيتوقع ان انت هتشحنه يوم 6. طبعا انا زي ما قلت لك انا مسجل الفيديو ده يوم 4/6 يوم الحد. هو بيتوقع ان انت هتشحنه يوم 6 بعديها بيومين، طبعا انت بتشحنه في تاني يوم. وان الايتم هو عباره عن 10 ورقات A4 من ستيكر شفاف، وان العدد بتاعهم 2، والاوردر جالك يوم 4/6، وان سعر عدد 2 من المنتج بيعمل 400 جنيه، وان سعر الشحن بتاعهم 26 جنيه، وان امازون هتاخد منك عموله حوالي 53 جنيه على ال400 دول. يبقى انت هتكسب قد كده. طبعا الارقام اللي هو كاتبها من بعد شيبينج دي بتبقى ارقام توقعيه، وما بتبقاش الارقام الحقيقيه خالص. الرقم الحقيقي اللي موجود هو سعر المنتج وسعر الشحن. ده اللي انت بتحتاجه من الايميل ده. الايميل ده طبعا انت لا تقدر تعمل منه جدوله ولا تختار اوردر ولا اي حاجه، ده مجرد اشعار بان في منتج انت بعته. لو رجعنا تاني بقى الاشعارات هتلاقي ان انا عندي اشعار تاني من امازون سيلر. ده ابلكيشن موجود على البلاي ستور بتاع امازون البيع. بتخش على بلاي ستور وتكتب كده امازون سيلر سنتر، هتلاقي الابلكيشن ده بنفس شكل اللوجو ده، اكنه ماركه كده ومكتوب عليها حرف الاي اللي هي امازون. تمام، بتنزله وبرده لما بيتم بيع اي منتج من منتجاتك بيوصلك اشعار. بس انا بصراحه بقول لك ما تعتمدش على الابلكيشن ده، لان هو التوقيت بتاعه في ارسال الاشعارات غريب جدا. ممكن يوصلك اشعار في نفس اللحظه اللي اتبعت لك فيها الايميل، وممكن بعديها بنص ساعه، ممكن بعديها بساعتين، ممكن بعديها ب5 6 ساعات. انا مره وصلني تاني يوم بعد ما كنت اوريدي شحنت المنتج مع شركه الشحن. طبعا هو انت ممكن تدير الحساب بتاعك وتتحكم في اي حاجه من خلال الابلكيشن ده، لكن هو مشكلته زي ما قلت لك في التوقيت بس بتاع ارسال الاشعار. لو دخلنا بقى على الاشعار ده هيفتح لنا الابلكيشن وهيفتح لنا الاوردر من الابلكيشن. بيقول لك ان الشحن المفروض ان هو يبقى يوم 5 او يوم 6، ونوع الشحن ان هو ستاندرد اللي هو الايزي شيبمنت العاديه بتاعت امازون، وان الاوردر جالك يوم 4
من خلال amazon.eg، وان هو عدد 2 من منتج 10 ورقات A4 ستيكر شفاف، يعني هيبقوا 20 في 2، يعني هيبقوا 20 ورقة. سعر الوحدة الواحدة 200 جنيه، وان هم وحدتين لسه unshipped، يعني لسه لم يتم جدولة الشحن بتاعهم. لو دخلت على ديتيلز بقى هيجيب لك رقم الاوردر وميعاد الشحن، ولو دخلت على شيبينج هيقول لك برضو ميعاد الشحن امتى وهيستلموا امتى. كل البيانات دي موجودة طبعا، ولكن زي ما قلت لك انت بس ما تعتمدش عليه في التوقيت بتاع الشحن. انت حتى ممكن تجدول الاوردر من هنا، ولكن انا بفضل ان انت تعمل كده من على الموقع نفسه بتاع امازون البيع. ممكن تخش له من اي ويب براوزر، من جوجل، من اي حاجة. انا دايما فاتح الصفحة دي عندي، هخش عليها اهو. بعد كده بتخش على الثلاث شرط دول، وبتخش على اوردرز، مانج اوردرز، لدورة الاوردرات. هتلاقي ان انت عندك اوردر واحد اهو انشيبت، واخد بالك، يعني لم يتم الشحن بتاعه. حالة الاوردر اهو انشيبت، يعني لسه لم يتم جدولة الشحن. ولو عايز تجدول الشحن بتدوس على الزرار الاصفر اللي مكتوب عليه سكيدول اوردر او جدولة الاوردر. بس طبعا انا بفضل ان احنا نعمل كده من على الكمبيوتر. لو جينا بقى لقائمة الإشعارات بتاعتي هنا على الكمبيوتر، هلاقي إن أنا الإيميل عشان فتحته من على الموبايل خلاص اختفى هنا من قائمة الإشعارات. بس طبعا لو عايز تفتحه بتخش تفتحه من الإيميل تاني، هتلاقي إن هو نفس الإيميل أهو موجود. تمام. لو دخلنا بقى على امازون البيع بتاعنا على الاكونت بتاعك، بتكتب طبعا sellercentral.amazon.eg وتحط اليوزر نيم والباسورد بتاعك، بيفتح لك الحساب بتاعك. وبعد كده بتدوس على الثلاث شرط اللي بيبقوا هنا، وبتخش على اوردر ومانج اوردرز. هيجيب لك الصفحه، هيقول لك ان انت في عندك واحد اوردر اهو انشيبت، لو تفتكر بنفس اسم الشخص، نفس الايتم، عدد 2، وان حالة الاوردر ان هو لسه ما اتشحنش زي ما قلنا. وان انت لو عايز تجدول الشحن بتاعه بتدوس على زرار سكيدول اوردر. لو دوست على الزرار ده هيحولك للصفحة دي، ويبقى فيها هنا طبعا رقم الاوردر والعنوان اللي شركة الشحن هتيجي تستلم الاوردر منك، وعنوان العميل اللي المفروض شركة الشحن هتوصل له الاوردر. وبيكتب لك هنا برضو الايتم وسعره والعدد بتاعه، وبيسألك على الوزن بتاعه. وعايزك تركز معايا في النقطة دي. الايتم ده عبارة عن 10 ورقات من ستيكر شفاف، فال10 ورقات دول بيعملوا لهم حوالي مثلا 50 جرام، وهو العدد 2، فهيبقوا حوالي مثلا وزنهم 100، وهو كاتب لك هنا جرامز. وبعد كده الباكج دايمنشن او المقاس بتاعك. انا مثلا مسجل عندي حاجه، بس لو انا مش مسجل مثلا، تعالى كده ندخل ابعاد جديده للشحنه. ده ورق مثلا A4، فطوله بيبقى حوالي 29 سم و7 من عشرة، يعني هنقول 30 سم مثلا، وعرضه بيبقى 21 سم، وارتفاع الموضوع ده كله هيبقى حوالي نص سم. وممكن تسجل الابعاد دي. لو دوست على تسجيل هنا هيفتح لك مكان تكتب فيه اسم للابعاد دي، عشان بعد كده لو جالك اوردر من نفس الايتم او لاي ورق بنفس المقاس، بتختار من هنا كده الاسم بتاعها زي ما انا كده مسجل هنا، وعامل ان ده ديفولت، او ان الايتم ده لما يجي لي بيع عليه ان هو اوتوماتيك لوحده يختار للشحنه دي. ويبقى كاتب لك هنا الرقم بتاع الاوردر زي ما انت شايفها، هو بيبقى كاتبه لوحده. بعد كده بتدوس على جيت سلوت، يعني احجز لي مساحة للشحن ليا. فبيقول لك السلوت دي الميعاد المناسب ليها للشحن ممكن يبقى يوم الاثنين مثلا او الثلاث، فانت طبعا بتختار الاقرب اللي هو الاثنين. طبعا النهارده الحد، انا مسجل الفيديو ده زي ما انت شايف هنا يوم الحد 4/6، فهو بيدي لك الشحن يوم الاثنين يوم 5/6. ففي معلومة هنا مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، ان انت اي اوردر هيجي لك النهارده اللي هو يوم 4/6 يوم الحد بعد الساعة 10 الصبح هيتشحن يوم الاثنين. واي اوردر هيجيلك قبل الساعة 10 الصبح من بالليل هيتشحن النهاردة الحد. خد بالك بقى هنا ان ميعاد الشحن قالك من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 6 بالليل. خلي بالك من 6 بالليل دي عشان هنحتاجها بعدين. وان قيمة الشحن هتبقى 34 جنيه و32 قرش. العميل دافع منهم 26 جنيه والباقي انت بتدفعه. تعالى كده نجرب. لو انا حسبت وزن الشحنة بتاعي غلط، وقلت مثلا ان ال10 ورقات بوزنهم 200 جرام، وانا عندي الاوردر فيه 20 ورقة، فهيبقوا مثلا 400 جرام. وتعالى نشوف هيحسب لي سعر الشحن كام. ندوس جيت سلوت برضو، هنلاقي ان هو حسب لي سعر الشحن ب49 جنيه. العميل دافع منهم 26 والباقي انا اللي هدفعه. يبقى هنا الوزن
لازم تاخد بالك انك تكتب الوزن الحقيقي بتاع المنتج بتاعك، لان ممكن يكون وزن المنتج خفيف وانت تكتب رقم كبير مبالغ فيه، فيبدأ هو اوتوماتيك يحسب لك السعر على الوزن ده، مع ان انت في الحقيقة وزن المنتج بتاعك اقل، وهيحاسبك على الوزن الاعلى. وبرضه مش معنى كده ان انت تبقى الحاجة وزنها كبير وتكتب وزن اقل علشان تحاسب على سعر اقل، لان برضه في شركات الشحن بيوزنوا الشحن وبيقدر يعرف هي قريبة للي انت كاتبه ولا حاجة مختلفة. فعلشان يبقى عندنا امانه، وعلشان برضو ما نعملش مشكله، ان احنا نكتب الوزن الحقيقي. فانا الوزن الحقيقي بتاع ال 20 ورقه دول بيبقى 100 جرام. بس تاني على جيت سلوت هلاقي ان هو عدل لي الرقم هنا تاني ل 43 جنيه و32 قرش. وبعدين عشان انا الاوردر ده فيه عدد 2 من الايتم ده، فدايما بيحط لك هنا علامه بيقول لك I will ship all unit of this multi quantity order، يعني انا مسؤول عن تجميع الاوردرين مع بعض في الشحن، مش شركه الشحن اللي هتجمعهم لي. يعني انا مش هحط ال10 ورقات في كيس وال10 ورقات التانيين في كيس تاني واديله كيستين، لا، انا لما بعلم على ده كده معناها ان انا جمعت الاوردرين في كيس واحد هيتلزق عليه ورقه واحده ببوليصه واحده. تمام، دي انا اللي مسؤول عنها كبائع، مش شركه الشحن. لما بيجي لك بقى اوردر فيه كميه واحده بس، ما بيجيلكش الاوبشن ده، لان هو بتبقى معروف انها كيس واحد. تمام، وبعد كده بتدوس سكيدول بيك اب او جدول الشحن، فبيوصلك للصفحة دي اللي هي فيها البوليصة اللي انت محتاج تطبعها وتحطها على الكيس بتاع الشحن بتاعك من بره، علشان يقدروا يعرفوا الشحنة دي رايحة منين لفين، وبيبقى عليها باركود كده برقم الشحنة وكل المعلومات عنها. طبعا انت لو عايز تطبع الورقة دي من هنا بتدوس على برنت، بس انا عايز اوريك برضو لو انت فقدت الصفحة دي كلها تقدر تجيب الاوردر ده منين. بتخش تاني على الثلاث شرط هنا وبتدوس اوردرز وبتخش على مانج اوردرز، هيجي لك هنا وهتلاقي الاوردر بتاعك في شيبد او تم جدولة الشحن. انا عايز اشرح لك بس هنا كده بسرعة الاربع حاجات دول بتوع ايه. بيندنج دي لما بيجي عميل، انا دلوقتي نفترض كده ان انا عميل ودخلت على امازون الشراء وعجبني مثلا نوع الورق ده، فدوست عليه وحطيته في الكارت عندي او في سلة التسوق. طول ما هو في سلة التسوق ما بيبانش عندي هنا كبائع اي حاجة. اول ما العميل بيحدد ان هو يشتري المنتج ده وتحول للصفحة بتاعة تحديد دفع الفلوس وخلص الاوردر، بيبدأ الاوردر يظهر لي في الخانة بتاعة بيندنج. هتلاقي عندك زيرو دي بقت واحد لو دوست عليها كده ودخلت، وهتلاقي بدل زيرو اوردرز هتلاقي عندك واحد اوردر وبعض المعلومات عنه زي رقم الاوردر وايه هو الايتم، لكن مش بيظهر لك بيانات العميل في اللحظه دي، لان ممكن العميل يلغي الاوردر في اي وقت. تمام، في اللحظه دي العميل لو لغى الاوردر هيجي لك في الخانه بتاعه كانسل. يعني كل الاوردرات اللي انت شايفها دي مش اوردرات ناس اشترت الحاجات والحاجات وصلت لها وبعد كده رجعتها، لا، دي اوردرات اتكنسلت او اتلغت قبل ما تتشحن. يعني الزبون دخل عمل الاوردر ودفع فلوسه، سواء كان بالفيزا او كاش اون ديليفري، هيدفع ساعه الاستلام، وقبل ما انت تشحن الاوردر، قبل ما حاله الطلب بالنسبه لامازون تتغير من ان هو في انتظار الشحن لانه يتغير انه تم الشحن، والعميل لغى الاوردر في اللحظه دي، بيجي لك في الصفحه دي. تمام، وبعد كده تحت لو اوردر خلاص هيتشحن قريب قوي، يعني ميعاد الشحن بتاعه في خلال زي ما قلنا من 10 الصبح ل6 النهارده مثلا، والعميل لغى الاوردر خلال الفتره اللي هي من الساعه 10 للساعه 6، بيجي لك برده في نفس الصفحه بس بيحط لك عليها مربع اصفر تنبيهي كده عشان يخليك تاخد بالك، وبيقول لك the buyer has requested that this order be cancelled. Canceling the order will not affect your cancellation rate metric. يعني بيقول لك ان المشتري طلب ان هو يلغي الاوردر، وان الالغاء ده لن يؤثر على الاداء بتاع حسابه. فواضح طبعا الفرق ما بين اوردرين، واحد عمل اوردر النهارده ولغى الاوردر بعد ما عمله ب5 دقايق، فبيجي لك في خانه الالغاء كده بدون اي شعور. لكن لما بيكون لغاء من ضمن المواعيد بتاعه الشحن اللي هي من 10 ل6 في نفس اليوم اللي هيتشحن فيه، بيجي لك برده في نفس الخانه، ولكن بيبقى حواليه المربع الاصفر. وزي ما قلنا تاني حاجه اللي هي الانشيبت دي، بيجي لك فيها الاوردرات اللي لسه ما تمش الجدوله بتاعتها، لسه انت ما اخترت لهاش ميعاد للشحن. وشيبت دي الاوردرات اللي تم جدولتها حتى لو سلمتها لشركه الشحن او لسه ما سلمتهاش. فلو جينا كده تحت واخترنا مثلا اخر صفحه عشان نشوف اخر اوردر احنا حددناه، ونزلنا كده على اخر اوردر، هتلاقي ان انت عندك
في اوردر، في عندي طبعا الحمد لله اوردرات تانية، بس خلينا نتكلم على اخر اوردر اللي انا قابلته معاكم. هو نفس رقم الاوردر، كان اخره 319، نفس المنتج والكميه كانت 2. ودلوقتي حدد لنا، هو قال لك ان الشحن هيبقى من يوم 5 او يوم 6، وان هو هيوصل للعميل تقريبا يوم 12 او 13/6، وفي الاغلب هو بيوصل قبل كده طبعا، ولكن هم بيدوا ميعاد تقريبي فيه زياده شويه علشان الاجازات والكلام ده. طيب زي ما احنا شايفين هنا عندي حاله الطلب waiting for pickup، في انتظار ان شركه الشحن تستلمه مني. وفي عندي اوردرات هنا بيك اب، خلاص شركه الشحن استلمتها مني، دي كانت اوردرات مثلا امبارح. وعندي اوردر اوت فور ديليفري، يعني شركه الشحن استلمته وبدا يتحرك اتجاه العميل، تمام. وعندي اوردر هنا delivered to buyer، خلاص العميل استلم الاوردر، تمام. وعندي، انا بوريك كل الحالات اللي انت هتشوفها. وعندنا اوردر هنا delivered to buyer بس تحتيه مكتوب refund applied، يعني ده زبون، الحالة دي بقى هنا ده زبون طلب الاوردر والاوردر وصل له واستلمه، ولكن لقاه مش مناسب للحاجة اللي هو عايزها، اصغر مثلا في الحجم او اضعف في القوة او اعلى في القوة، ايا كان السبب، فبيخش من عنده في امازون الشراء يعمل طلب ارجاع، وبعد كده بيجيلك اشعار انت، بس الاشعار ده برضو ما بتستلموش على حاجه، لازم انت اللي تخش تشيك كل يومين 3 كده في المكان اللي انا هوريهولك دلوقتي، عشان تعرف اذا كان في اوردر اتكنسل بعد ما حد اشتراه واستلمه وفلوسه كانت اتدفعت وبعد كده العميل لغاه. فلو خدت بالك معايا الاوردر ده اخره 357 باسم حد اسمه استاذ عبد الرحيم. فلو جيت هنا على الثلاث شرط دول ودخلت على اوردرز وبعد كده دخلت على مانج ريتيرنز اللي هي اداره المرتجعات، هتلاقي ان انت العميل ده اهو رقم 357 اخر الاوردر، الاستاذ عبد الرحيم كان عامل ارجاع من 9 ايام للمنتج ده، وبعد ما المنتج بيوصلك هو بيسلمه لشركة الشحن، وشركة الشحن بترجعه لك تاني. بعد ما انت بتستلم المنتج بتاعك بتروح دايس على زرار هنا اسمه issue refund، فبيرجع له المبلغ، سواء كان هو دافع بالكاش اون ديليفري هيرجع له في حسابه للبنك او في حاجه اسمها الوالت، او بتبقى محفظه كده على حساب الامازون بتاعك، ممكن تشتري بيها تاني من امازون، وممكن من خلالها تحول المبلغ تاني لحسابك في البنك، او لو كنت دافع اوريدي من البنك بيرجع لك اوتوماتيك على حساب البنك بتاعك. معلش انا دخلت في موضوع تاني غير موضوع الفيديو، بس انا بحاول اشرح لك كل تفصيله ليها علاقه بموضوع الاوردرز بالمره. فساعتها هتدوس بعد ما تستلم الاوردر، ما تعملش ايشيو ريفند قبل ما تستلم الاوردر، بعد ما تستلم المنتج بتاعك وتتاكد ان هو سليم بتدوس على ايشيو ريفند. ولو لقيت المنتج بتاعك مش سليم بتتصل بخدمه الدعم بتاعه امازون البيع وتعمل حاجه اسمها سيفتي كليم، وبعد كده هم بيعملوا تحقيق مع شركة الشحن ومع العميل ومعاك ان المنتج مش سليم ليه بسبب شركة الشحن ولا العميل ولا ايا كان السبب، هم بيتحققوا من ده وبعد كده يا اما بيرجع لك مبلغ المنتج او لا على حسب نتيجة التحقيق. لكن لو المنتج بتاعك سليم واستلمته بتروح دايس على ايشو ريفند، بعديها الفلوس بحوالي 5 ل7 ايام بتوصل تاني للعميل، تمام. تعال نرجع بقى لموضوعنا تاني. المهم ان احنا شفنا كده كل الحالات بتاعه الاوردرز من اول waiting for pickup و pickup، وزي ما قلنا out for delivery و delivered to buyer او refund issued. رجعنا تاني للاوردر بتاعنا اللي هو رقم 319. انا دلوقتي بقى خلاص حددت ميعاد الشحن، اعمل ايه بعد كده؟ هتخش على الاوردر بانك بتدوس على رقم الاوردر هنا كده، هيفتح لك الاوردر بكل البيانات بتاعته، ان هو جالك امتى وهيتشحن امتى واسم المشتري وعنوانه وكل القصه دي، وايه هو المنتج وعدده وسعره بالشحن. برضو خد بالك الستيتس اهي هنا واضحه ان هو waiting for pickup. الباكج بقى الشحنه، ممكن تطبع البوليصه اللي هتتحط على الكيس من بره اللي عليها عنوانك كبائع وعنوان المشتري، وعليها الباركود اللي قلت لك شايل رقم الشحنة وبياناتها. من الزرار ده بتدوس على ريبرينت ليبل وبعد كده بتدوس برينت وبتحط ورقة في البرينتر بتاعك وبتطبع، بتطلع لك ورقة بالمنظر ده، بتقصها من هنا كده وتحطها في الجراب الشفاف اللي في كيس الشحن من بره، ما بتحطهاش جوه الكيس مع المنتج، بتحطها من بره
تمام، يعني بعد ما تغلف الكيس وتقفله دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى باينه من بره، لكن المنتج بكل الحاجات اللي فيه من جوه ما بتبقاش باينه لان الكيس طبعا مظبوط. دي اول ورقه هنطبعها. تاني ورقه بنرجع باك كده، وبعد كده بخش على برينت باكينج سليب. الباكينج سليب دي اللي هي الفاتوره اللي انت بتحطها مع المنتج جوه الكيس للعميل. تعال نشوف شكلها كده اهي، بيبقى فيها اسم العميل وعنوانه ورقم الاوردر. دي طبعا الصفحه بتاعه الطباعه. بتحط برضو ورقه في البرينتر وتدوس على برينت بتطبع لك في ورقه لوحدها غير ورقه البوليصه. تمام، وكاتب لك فيها العنوان وميعاد الشحن ومين المشتري ومين البائع والعدد والعدد النهائي واسم المنتج وكل البيانات عنه ورقم الاوردر وسعره والسعر النهائي اللي هو بعد الشحن، او اذا كان هيدفع عند الاستلام هيزود له كمان 12 جنيه المبلغ ده. تمام، وبيبقى كاتب له هنا ثانك يو فور باينج فروم واسم المتجر بتاعك من على امازون ماركت بليس. دي طبعا الورقه دي بتحطها مع المنتج جوه الكيس وبتقفل وتحط الورقه اللي شفناها في الاول بره الكيس. دول الورقتين اللي احنا بنطبعهم. تعال نشوف بقى كده. قايل لك ان ميعاد الشحن هيكون بكره يوم الاثنين 5/6. احنا اتفقنا ان انا مسجل الفيديو ده يوم 4/6 يوم الاحد، وده هيبقى تاني يوم اللي هو بكره ان شاء الله. وان كاتب لك الكارير اللي هي شركه الشحن AMIT، ده الكود بتاع شركه ارامكس، لان انا عايش في مدينه دهب جنوب سيناء، فالشركة الوحيدة بتغطي المنطقة دي ومتعاقدة مع أمازون هي شركة أرامكس، لأن ليهم مكتب في شرم الشيخ، فهم اللي بيخدموا خدمات الشحن في منطقة سيناء كلها، ولذلك أرامكس متعاقدة معاهم إن هي تغطي المنطقة دي. وطبعا أرامكس بتغطي معاهم اسكندرية والقاهرة وبعض المحافظات، بس في شركات تانية في المحافظات دي اللي هي القاهرة واسكندرية والمحافظات الأخرى، في شركات تانية بتغطيها مع أرامكس زي عربيات امازون نفسها وفي فيديكس وفي شركات تانية انا يعني مش عارف اسمها. فالمهم ان هو بيكتب لك الكود بتاع شركة الشحن اللي هتاخد منك الاوردر هنا. فلو كانت AMIT هتبقى دي شركة ارامكس، وبيكتب لك هنا رقم الشحنة، ولو دوست عليها بيعمل لك تتبع للشحنة. يعني بيقول لك الشحنة دي مثلا هتبقى يوم الاثنين الساعة 5 هيتم الاستلام منك لحد الساعة 6 PM او بالليل يعني. ولو خدت الرقم ده كده ودخلت على aramex.com ودخلت رقم الشحنة دي في خانة التتبع هيجيب لك كل البيانات بتاعة الشحنة دي. بس طبعا هي دلوقتي لسه، طالما احنا لسه قابلين الاوردر ده دلوقتي حالا، فهي لسه ما سمعتش في السيستم بتاع ارامكس وما جاليش بيها كمان اشعار ان انا ليا شحنة جديدة. يعني بيجي لك اشعار لو انت منزل الابلكيشن بتاعة ارامكس او فيديكس مثلا، ايا كانت شركة الشحن اللي انت هتتعامل معاها، لو انت منزل الابلكيشن بتاعتها على الموبايل، اول ما بتجدول الشحنة بتاعتك بيتبعت لك على طول اشعار من خلال الابلكيشن ده على التليفون بتاعك ان ليك شحنة جديدة في انتظار الاستلام منك. فلو انا مثلا عايز افرجك الموضوع ده سريعا كده، لو رجعت لاي اوردر قديم، وليكن مثلا اوردر ده تم الاستلام من العميل، لو دخلت كده على الرقم ده ودخلت على ارامكس وجيت على ما هنا ادخل رقم التتبع وعملت بيست وقلت تتبع، هيجي لك اهو بيبقى من تحت لفوق يوم 30 مايو تم انشاء الشحنة دي، اللي هو نفس الوقت اللي انا عملت فيه جدولة للشحنة. وبعد كده يوم 31 مايو اهو زي ما انت شايف بعد الساعة 6 بشوية، يعني لان انا عندي هنا في دهب مش بيخدموا من 10 ل 6 ساعات، بيبقى الموضوع من 4 ل 9 وساعات ل 10 بالليل لان عددهم قليل والمدينة كبيرة. لكن في القاهرة وفي اسكندرية وفي المحافظات التانية بيخدموا فعلا من الساعة 10 للساعة 6. وبعد كده الخطوة التانية ان هو تم مغادرة الشحنة من مكاتب ارامكس اللي هي في شرم الشيخ. طبعا هنا اللي باعت لك كايرو ايجيبت لان ده بيبقى باعت لك من الادارة بتاعت ارامكس، تمام، اللي هي في القاهرة. لكن مجرد انها بتوصل مكتب شرم الشيخ فهتلاقي ان المكتب اهو يوم 1 يونيو كاتب ان هو تم استلام الشحنة، لانها طالعة عندي من دهب يوم 31 بالليل وتم استلامها يوم 1 في شرم الشيخ. وبعد كده يوم 2 طلعت للمخازن بتاعتهم اللي هي في الكيلو 4.5، وبعد كده وصلت القاهرة، وبعد كده وصلت مصر الجديدة هليوبلس، وبعد كده وصلت عند العميل. وهنا اخر حالة بيكتب لك هنا دايما فوق رقم الشحنة واخر تحديث ان هو تم توصيل الشحنة بنجاح، العميل استلمها يوم 2/6
الساعة 6 مساء، وهي كانت طالعة من عندي يوم 30 الساعة 6 مساء، يعني خدت من يوم 30 ليوم 31 ليوم 1 ليوم 2، يعني وصلت للعميل في خلال 3 أيام، مش زي ما أنت شايف إن هو كان كاتبها خلال أسبوعين يعني أو أسبوع. تمام، بتبقى دايما إيه المدة أقل. تعال نرجع تاني لموضوعنا. وهنا هتلاقيه كاتب لك الميعاد تاني بتاع الشحن، وكاتب لك الابعاد بتاعت الشحنه اللي انت اخترتها، ووزن الشحنه ان هو كان 100 جرام، وان هو هيتشحن بالشحن السهل اللي هو سعره قد كده. لو طلعت فوق هنا في المكان ده في السيلز بروسيدز هتقدر تعرف الطريقه اللي دفع بيها العميل ساعه ما اشترى، اذا كانت بالكريدت كارد ولا كاش اون ديليفري او اللي هو الدفع عند الاستلام، وبيرجع يعيد عليك اجمالي المنتج وسعر الشحن والسعر بعد الشحن. طيب لو انا عملت بقى كل الحاجات دي وقعدت فاضل مستني العربية بتاعت شركة الشحن وان المندوب يتصل بيا، فضلت قاعد منتظر من الساعة 10 الصبح مجهز الاوردر بتاعي وحطه في الكيس وقافله لغاية الساعة 6 ومحدش جه ولا حد كلمني ومحدش استلم مني الاوردر، علشان ما تأذيش الريت بتاع حسابك على امازون البيع لازم تعمل اللي انا هقول لك عليه ده، بس الشرط الوحيد انه يكون عدى ميعاد الشحن وفي نفس اليوم. يعني انت ميعاد الشحن من 10 ل 6، ما ينفعش تعمل اللي انا هوريه لك دلوقتي ده قبل الساعة 6، لازم تكون عدت الساعة 6 بشوية كده، يعني ممكن تقول على 6 ونص 7 كده. لو انت كانت اول مرة بالذات وشركة الشحن ما عدتش عليك وانت مش عارف توصل لهم، واتصلت ممكن تتصل برقم ارامكس وتقول لهم ان انا عندي شحنة انا بايع على الامازون وده رقم الشحنة بتاعتي، وتقول لهم الرقم اللي قدامك ده، هيرد عليك خدمة العملاء وهتقول لك فعلا الشحنة دي موجودة وفعلا ان في مندوب ومعايا الرقم ده، بس الرقم ده بيبقى معايا على الموبايل في حتة اسمها البيك ابس، فممكن هو ما يشوفوش او ما ياخدش باله منه فما يعديش عليك، ممكن الموقف ده يحصل. فمن خدمة العملاء هم بيبقوا متأكدين ان المندوب هيعدي عليك، لكن ما بيتصلش بالمندوب ولا بينقل لك الحالة الحقيقية للمندوب دلوقتي، فانت لو معكش رقم تليفون المندوب مش هتعرف توصل. فعشان اريحك لو عدت الساعة 6، ده الشرط الاساسي انه يكون عدى الساعة 6، ممكن على 6 ونص ولا حاجة، هتروح عامل اللي انا هقول لك عليه ده. هتاخد رقم الاوردر ده كده نسخ او كوبي، وهتروح داخل على هيلب، وهتيجي تحت خالص كده هنا وهتروح كاتب السادة أمازون أود أن أبلغكم أن رقم الطلب، وتروح عامل نسخ لم يتم تسليمه لمندوب الشحن، حيث أن مندوب الشحن لم يمر علي ولم يستلم مني الأوردر، وسوف يتم شحن الأوردر غدا. وبعد كده بتروح دايس على continue. طبعا انا ما كتبتش الكلام عشان ما اضيعش وقت من الفيديو اكتر من اللي احنا مضيعينه، معلش. انا عارف ان الفيديو معايا بيطول، بس انا زي ما قلت لك بحب اشرح لك كل حاجة بالتفصيل وانقل لك كل المواقف اللي قابلتني وانا كنت بتساءل عنها مع نفسي احلها ازاي. فعشان ما اضيعش الوقت انا طبعا ما كتبتش الكلام الديباجة اللي انا قلتها دي، بس هي سهلة، انت ممكن تنقلها من الفيديو وتكتبها. تمام. طبعا ما بتختارش اي حاجة من هنا، بتيجي تختار My issue is not listed عشان تريح دماغك، وبعد كده بتختار product or listing related، ان الكيس دي اللي انت بتكتب لهم فيها الكلام ده ليها علاقة بالمنتجات مش بالحساب بتاعك، ليها علاقة بالمنتجات. وبعد كده بتختار من هنا العربية، وبعد كده لو عايز ان انت تجري مكالمة تأكد فيها الموضوع ده، بس هم بيقفلوا الساعة 8، يعني بعد الساعة 8 محدش هيرد عليك بالتليفون، فانت مش محتاج ان انت اصلا تتصل عشان تبلغهم ان الاوردر ما تمش الشحن بتاعه. المهم ان انت تبعت الكيس دي من بعد الساعة 6 وقبل الساعة 12 بالليل، قبل ما التاريخ يقلب لتاني يوم. تمام، لانه لو قلب لتاني يوم هينزل لك ريت ضعيف، ولو اتصلت قلت لهم يا جماعة انا بعت لكم ايميل، هيقول لك انت بلغتنا متأخر او ما بلغتش اصلا. فالصح ان انت بتبلغ في الفترة اللي هي من خلال 6، اللي هي من بعد ما يعدي ميعاد الشحن لغاية الساعة 12 قبل ما الساعة تقلب بتاريخ تاني يوم. فانت لو عايز تتكلم براحتك، بس انا بقول لك انت مش محتاج اصلا تتصل، بتختار بريد الكتروني وبتكتب البريد الالكتروني بتاعك، هو بيبقى مكتوب اصلا اوتوماتيك، ولو مش مكتوب بتكتبه اللي هو بتاع الحساب بتاعك، وبعد كده بتدخل برضو رقم التليفون بتاعك حتى لو
انت مش طالب مكالمه، بس بتكتبه عشان لو هم حبوا يردوا عليك بالتليفون. بعد كده لما بتكتب رقم التليفون بتاعك، لو كتبنا اي رقم هنا بيكتب لك هنا ارقام، بتعيد كتابتها هنا تاني عشان يتاكد ان انت مش حد داخل يعاكس، يعني بيطلب مكالمه تليفون وبيعاكس. لازم يتاكد ان انت انسان، مش كمبيوتر او آلة او برنامج هاك. الارقام دي بتعيدها هنا تاني، وبعد كده بتدوس ارسال، والايميل ده بيتبعت لهم. وتاني يوم الصبح مثلا على الساعة 10 12 هتلاقيهم ردين عليك بإيميل إن هم متفهمين إن شركة الشحن ما عدتش عليك، وإن هم بعتوا طلب لشركة الشحن من خلال إدارة الشحن اللي عندهم هم في أمازون، بيطلبوا منهم إن المندوب بتاعهم يعدي عليك في اليوم اللي أنت حددته، اللي هو كان 5/6، اللي هو تاني يوم ما أنت بعت لهم الطلب. وفعلا هتلاقي المندوب عدى عليك. ولو عايز تتابع زي ما قلت لك بتتابع كمان مع ارمكس، مفيش مشكله، بتتصل بيهم، رقمهم 16996. بشكركم على متابعه الفيديو، واتمنى اكون غطيت كل النقط اللي فيها تساؤلات بينك وما بين نفسك لما جالك اول اوردر، او قبل ما يجيلك الاوردر وانت مش عارف هتتصرف ازاي. لو عندك اي تساؤل عن القصه دي، او عن شركات الشحن بتاعت امازون، او عن امازون البيع، ابعت لي في التعليق وانا هرد عليك فورا. ولو كان السؤال رده يحتاج ان احنا نعمل فيديو، هعمل لك فيديو واشرح لك فيه الحل. ولو كانت حاجة بسيطة هتلاقيني برد عليك في التعليق فورا بالحل. اتمنى اكون ساعدتك في المجال اللي انت بتشتغل فيه.